دايب دوب، والله دايب دوب يا بنات. جميل جدا جدا، طريقة البيتيفور الناعم المتماسك حلو قوي، من غير سمنة، من غير اي اضافات ممكن تلخبطك. تعالي كده ندخل على الفيديو بتاعنا ونشوف الطريقة عاملة ازاي. شايفين النواعم، شايفين الحلاوة، بجد أبهرتني. يا صباح الفل وصباح السعادة وصباح الهنا. وحشتوني جدا جدا يا بنات من الفيديو اللي فات، وعارفة ان انتوا مشغولين بالكحك والبسكوت والتنظيفات، عشان كده مفيش مشاهدات. بس حطي لايك لاختك بقى كده اول ما تدخلي الفيديو، علشان الفيديو يقترح، وعلشان يعني اخد نصيبي بقى من هدايا العيد باللايك الحلو بتاعك. يلا ندخل على الفيديو بتاعنا. ولو أول مرة بتشوفيني، أنا أختك رشا، ودي قناتي فضلا منك وليس أمرا. حطي لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل فيديو بنزله وتشاهديه. بصي شكل الفيديو جميل جدا بجد. النتيجة يا بنات طلعت ممتازة ممتازة ممتازة. يعني كل مرة بعمله بلاقي ان هو بيطلع افضل من المرة اللي قبلها، سبحان الله. الحمد لله طبعا. دايما كده واحنا شغالين نذكر ربنا سبحانه وتعالى، ونصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام، وندخل على الفيديو بتاعنا. بصي يا ست الكل، مقادير كيلو الدقيق. تعالي بقى كده نقول بالراحة علشان ما نتلخبطش. في ناس بتحب بالكوباية وناس بتحب بالجرام، بس انا هقولك على حاجة. دايما لما تشتغلي بتيفور او صابليه او الكلام ده كله، اشتغلي بالجرامات، ما تشتغليش بالكوبايه، وده افضل. هتعملي ايه؟ كيلو دقيق للبيتيفور، 750 جرام من الزبده الصفراء، اي زبده بتحبيها، بس انا بحب الزبده الصفراء بصراحه. تمام. طيب الزبدة طبعا سعرها في ب140، في أكتر في أقل. أنا جايبة زبدة كريستال الكيلو منها ب115. تمام. أخدت 750 جرام من الزبدة. كمان 3 بيضات، 2 بيضة كاملة وواحدة صفار بيض. أخدت 300 جرام من السكر. وعايزة أقولك اداني نتيجة حلوة جدا. رشة فانيليا، ذرة ملح صغيرة جدا جدا، بس كده. مش عايزاكي تحطي حاجة تانية. طبعا الزبدة يا بنات بدرجة حرارة الغرفة. إيه، لازم تكون كريمي، عارفة المرهم كده. انا عايزة الزبدة زي المرهم، ناعمة جدا. تمام. اول حاجة هتديكي نتيجة حلوة اوي. تاني حاجة مش هتبوظ معاكي العجان او المضرب او الكلام ده كله. مفيش عجان هتستخدمي المضرب. العجان بتاعي بياخد المفروض كيلو، بس هو لا، انا هو صغير. فانا هنقل دلوقتي في في عجان تاني، في بولة تانية يعني. تمام. هبدأ اضرب الزبدة بتاعتي لغاية ما تبقى كريمي خالص، عايزة لونها فاتح زي الكريم جانتي كده. تمام. هضربها كويس جدا على سرعة عالية لغاية ما احس ان هي كريمي. بعد كده هبدأ انزل معاكم بالسكر والبيض. تمام. بصوا انا هنقلها لان هو دوخني بصراحة. انا حصل معايا مواقف يا بنات وانا بعمل بيتي النهارده العجب، والله العظيم. هحكي لكم وانا اقول لكم بس النتيجه، وبعدين احكي لكم. بصوا لون الزبده بقى فاتح ازاي. هي الاضاءه ظالمه الموضوع والله. هفضل اضرب لغايه ما احس ان المضرب بقى خفيف معايا في الضرب. تمام. مش عايزاكي تهدري في الزبده، لان ده مقدار، والمقدار هيفرق معاكي. ال50 جرام او ال30 جرام نفسهم، ال20 جرام، ال10 جرام، كل الكلام ده هيفرق معاكي جدا في نعومية البيتيفور. هنزل بقى بال300 جرام من السكر، وابدا ان انا اضرب. حابه ان انت تحطي الزبده على السكر وتبداي تضربي حلو، ماشي تمام، اعملي كده. بس انا عشان كان العجان بتاعي صغير ما عملتش كده، بس هو تمام معاكي. اعملي كده وافضلي اضربي فيها لغايه ما تحسي ان هي بقت معاكي كده ناعمة جدا. تمام. كل ما تضربي الزبدة بالسكر كويس جدا هتديكي نتيجة أفضل للبيتيفور. حطي لايك، حطي لايك بقى الفيديو فضلا منك. تمام. بصي شفتي ذرة الملح اللي انا حطيتها؟ لا تذكر، لا تذكر. هنزل بقى كده. لو انتي، والفانيليا طبعا بتاعتي، لو انتي حابة البيتيفور ناعم هنحط بيضاية و2 صفار بيض. لو انتي حابة البيتيفور متماسك حلو، ولا هو خشن ولا هو ناعم، هتحطي بيضتين كاملين وصفار بيضة. تمام. حابة ان انتي تعملي البيتيفور سمنة وزبدة، يبقى هتحطي 50 جرام من 500 جرام من الزبدة، و25 جرام من السمنة، أي نوع سمنة تحبيه. بس أنا أفضل لو هتضيفي سمنة على الزبدة تحطي المقدار التاني سمنة بلدي. نتيجة
تحفة تحفة يا بنات. بس انا حبيت اعمله بالزبدة عشان كل الناس بتعتمده بالزبدة وبتحبه بالزبدة. بس بجد جربي ان انت تحطي 500 جرام زبدة وخمسة و250 جرام من السمنة البلدي، هتلاقي النتيجة تحفة جدا جدا يا بنات. تمام. ضربت بقى لغاية ما حسيت ان هو بقى معايا كريمي خالص. ماشي الكلام. ماشي الكلام. هبدأ بقى انزل معاكم بالدقيق. وحكاية الدقيق معايا يعني مش عايزة اقول لكم اللي حصل. انا حاطة بولة الدقيق جنبي نخلاه وزي الفل، وحاطاه جنبي بقى عشان اخلص وانزل بالدقيق، وبعمل بايدي كده، راحت البولة كلها اتكبت في الارض. اه والله. لا ده لسه في حاجات تانية. المهم رحت جايبة دقيق تاني. تمام. طبعا وقفت الفيديو ومكانش عندي دقيق بتاع كحك وبسكوت، نزلت اشتريت وجيت. ده اول حاجة. لسه تاني حاجة هقول لكم عليها واحدة واحدة، خطواتنا واحدة واحدة. هننزل بالدقيق ونلم كده السمنة بالدقيق. احنا مش بنعجن، احنا بنلم السمنة الزبدة الزبدة بالدقيق لغاية ما الدقيق يختفي خالص. مجرد ما الدقيق اختفى كده معاكي نتيجة حلوة جدا، وكده تبدأي تشتغلي. تمام. عايزة اقولك البيتفور ما بيتحطش يريح في التلاجة. محدش يقول لي هحط البيتفور ربع ساعة نص ساعة في التلاجة خالص. خالص انا عن نفسي اشتغلت بيه على طول. تمام. واسألي بصي اكبر المحلات هتقولك اشتغلي على طول. ما تحطيش الحاجة، ما تحطيش البيتفور او مثلا بتعملي الصابليه ما تحطيهوش في التلاجة. الحاجات دي ما بتتحطش في التلاجة يا بنات. تمام. على ما تجهزي حاجتك، الصواني الكيس الحلواني بتاعك كده. هنا انا احتجت معلقه من الدقيق. احنا كنا شايلين من الدقيق بتاعنا 3 معالق. تمام. لان بتفور الكيس غير بتفور اللهم صل على سيدنا محمد غير بتفور المكنه. فبتفور الكيس هنشيل منه 3 معالق من الدقيق. بس انا احتجت ايه؟ احتجت زي حاجه بسيطه كده. تمام. انا بقى هنا كنت بعمل بالكيس التاني وجيت اعمل بيه اتقطع مني، رحت لابسه ونازله. حتى بصوا غيرت العبايه بتاعتي، نزلت جبت كيس وجيت. بس عايزه اقول لكم برضو طلع رديء جدا ودوخني. قلت بقى ايه، على ما اروح عند حد بتاع مستلزمات حلويات وابدا ان انا اجيب واحد تاني يعني. تمام. بس الحمد لله يعني هو كمل معايا، بس انا كنت حاسه ان هو مش سريع، ما اسرعنيش يعني في الوقت. هعمل بقى بنفس القمع اللي بعمل بيه ده الاشكال اللي انا عايزاها. انا بصراحه اسهل شكل معايا كان الورده. تمام. وبالنسبه للكيس انه كان مدوخني، ده كيس قماش يا بنات ومن جوه متغلف بمشمع. تمام. مش عارفة الفتحات بتاعته بقى كانت مفتحة من الخياطة بتاعته، كان بيطلع لي العجين. بس الحمد لله يعني انجزت. تمام. انا نزلت جبته ب15 جنيه يعني مش، وجبت يعني انا جبت الكيس اصلا ب15 جنيه، وكان عندي بقى القمع بتاعه. خلاص هبدأ اعمل بقى زي ما انتوا شايفين كده الشكل اللي انت عايزاه. تقدري بالقمع ده تعملي اشكال كتيرة جدا جدا. هعمل كده الاشكال اللي انا عايزاها للاخر زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هدخله الفرن. على ما عملت الصاج، على ما عملت يعني السيجون بتاعتي، كنت مولعه الفرن يسخن، بحيث ان الفرن ما ينشفليش الحاجه. لازم الفرن بتاعك يبقى سخن على 180، ما بياخدش 5 دقايق في الفرن، علشان ما تحطيهوش وتنسيه 5 دقايق وتبصي عليه. تمام كده. بصي النتيجة، بصي البوتيفور عامل ازاي. بجد تحفة جدا، كان طعمه حلو جدا جدا. تعالوا بقى نشوف احنا جبنا ايه للتزيين. دي مربى فراولة، انا لقيتها دي مربى فيتروك، انا لقيتها فيها حتت رحت ضربها ضربة في الكبة. تمام. ده سوداني وحطيت عليه لون الفستق، بس اللون طلع غامق قوي يعني. بس مش مشكلة، ده انا هقول لكم استنوا بس هقول لكم انا عملت ايه. وهنا بقى جبت فارماسيه، وكان معايا شوكولاتة سما. سيحتها طبعا على حمام مائي. بصي عايزه تجيبي سما حلوه، عايزه تجيبي دريم افضل. الحاجات التانية السايبه ما انصحكيش بيها. يعني في شوكولاتات اللي بتتجاب بالقطعه بالوزن، اقسم بالله ما تجيبيهاش هترميها. انا جبت قطعه بيضه، شوكولاته بيضه، رميتها ما استخدمتهاش غير بواحده او حاجه. وانا بجربها لكن وحشه جدا جدا. بتحسي ان انت بتستخدمي دهنة، مش شوكولاتة. بس انا مش هقدر اقول غير كده، هي مش شوكولاته. لكن شوكولاته سما حلوه، شوكولاته دريم تحفه. انا بستخدم الاتنين دول. فدي كانت شوكولاته سما
سيحتها زي ما انتم شايفين على حمام مائي. بقيت اخد بقى عايزه تحطي جوه مربى تمام، مربى مش مربى فراوله اللي تحبيه، وتاخدي كده ضغطه شوكولاته وتبداي تحطي في البربس في آه، تحطي في السوداني او في البرمسي. بصوا مش عارفه اجمع الصبح الكلام والله. هنا بقى يا بنات نزلت بالشفورة كلها في الشوكولاتة كده، دي بقى كانت تحفة. عارفين انتي بتاكلي قطمة شوكولاتة بالمربى بالبيتيفور الناعم التحفة الدايب دوب. الله 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 على الطعم والجمال والحلاوة. دي بصراحة حلوة، بس طبعا ما كنتش عملت كام واحدة كده فاهميني، فقلت ايه اجربها كام واحدة لو عجبت الولاد تمام. انا الحاجات دي مش بعتمدها في العيد بس. يعني ايه؟ يعني ساعات كده يا بنات وانا يعني ساعات ولادي بيحبوا الحاجات دي، فاجي جايبه كيلو دقيق كده واجي عاملاه فاهميني. هنا بقى بصوا الجمال والحلاوه بعد التزيين، والله العظيم نتيجه مرضيه جدا. انا عن نفسي مرضيه جدا، يعني انا مش بشكر في حاجتي والله، بس انا بقدر تعبي، انا بقدر الحاجه اللي انا بعملها. حتى لو ما لقيتش اللي حواليا بيشكروني، انا بشكر نفسي، بشكر نفسي على تعبي وعلى وقفتي وعلى مجهودي، بشكر نفسي. مش غرور مني لا، بدي نفسي طاقة إيجابية، بدي نفسي باور كده. إيه الحمد لله انا اولادي دايما يقولوا لي وجوزي تسلم ايدك على كل حاجه حلوه بتعمليها لنا، او حاجه حتى لو باظت مني بيقولوا لي تسلم ايدك. بس انا دايما بحب كده امجد في حاجتي. بفرح قوي قوي لما احس ان حاجتي مرضيه وعجبت اللي حواليا. والحمد لله هو طلع مرضي الحمد لله وعجب كل اللي دقوه. إيه، بجد الطريقة حلوة وسهل. مش شرط تعتمدي الحاجات دي في العيد، يعني مش شرط نواعم العيد في العيد وبس، لا. ممكن تعمليه للفطور الصبح كده مع كوباية شاي، مع كوباية قهوة، مع كوباية نسكافيه، تاخدي كام واحدة كده على ما تحضري الفطور للولاد. آه، حاجة حلوة في البيت الولاد، بدل ما تجيب لهم شيبسي وتجيب لهم بسكوتات من اللي بره، عندك الحاجات الحلوة اللي هم بيحبوها، وحاجات مفيدة وحاجات نضيفة وحاجات من بيتك. بجد بصي حلوة قوي، والله تسلم ايديا. وتسلم ايد كل ام وقفت وتعبت و... واجتهدت عشان تطلع حاجة كويسة لولادها. بجد تسلم ايديكم كلكم على تعبكم، وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وكل ام طيبة وبخير. الام مش بتتكرم بس في يوم عيد الام، الام دايما بتتكرم في كل يوم وفي كل وقت وفي كل اذان. ويرحم كل ام ويعني يصبر كل حد افتقد امه، ربنا يصبرهم ويجعل كده مثواهم الجنة اللهم امين. إيه، دايما. إيه، مش عارفة اقول لكم ايه، يعني يمكن كتير في ناس، يعني وانا نازلة اشتري حاجات يا بنات، ناس كتير جدا في السوق في المحلات مشغلة اغاني عيد الام. بجد انا يعني قلت لهم ليه؟ يعني مش لازم، في ناس امهاتها متوفية ومش ضروري ان انتوا تشغلوا الحاجات دي، لان في ناس، لان انا شفت حد واقف بيعيط صعبت عليا جدا جدا ان هي واقفة بتعيط وبتسمع اغاني عيد الام. دايما لازم نراعي شعور اللي حوالينا. كل سنة بقى وانتوا طيبين، كنت لسه بقول لكم كل سنة وانتوا طيبين وربنا يبلغنا رمضان. دلوقتي بقول لكم كل سنة وانتوا طيبين، ربنا يبلغنا العيد الفطر. خلاص ده فاضل ايام قليلة، يعني ايه ده، رمضان جري جدا جدا. ايام الجميلة بتجري، الشهر الكريم ده اللي ما بيستغلهوش بجد بيبقى فاتوا كتير قوي. لو ما استغلتيش الشهر ده فاتك كتير، فاللي فاتوا كتير يلحق في العشر ايام الاواخر، يلحق يعمل حاجة، يلحق يروح لربنا ويسجد ويدعي انت الشهر ده هيتحقق لك كل امنياتك. رايحة فين من غير ما تقربي لربنا؟ فخلاص العيد خلاص على الابواب، كل سنة وانتوا طيبين. اكتبوا لي بقى في الكومنتات، عملتوا الكحك ونواعم العيد ولا لسه؟ جبتوا لبس العيد ولبس الوقفة وحلوياتكم وترمساتكم ولا لسه؟ الايام الجايه بقى هنعمل مع بعض الترمس، هنعمل مع بعض ننقع الفول بقى عشان ننبته، والحلبة عشان ننبتها، ونجيب حلوياتنا وحبشتكناتنا ونفرش شقتنا. الله 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 الله، ده احنا هنعمل شوية حاجات حلوة. بس انتوا حطوا لايك، حطوا لايك عشان الفيديو يقترح وتشوفوه، عشان من غير اللايك الفيديو بتاعي مش هيوصل لك ولا هيوصل لغيرك. بصوا الجميل عمل معاكي قد ايه يا رشا،
بصوا، في دقيقة بترمي وفي دقيقة لا. مش عارفة، هو انا لما وزنته عمل معايا 2 كيلو وربع. الكيلو الدقيق عمل معايا 2 كيلو وربع. طيب انا السنة دي كنت انا متعودة كل سنة بعمل كمية كحك حلوة. ما شاء الله ممكن اعمل 5 كيلو. وعمتي مثلا تعمل معايا 5 كيلو. ف فاهميني. بنعمل كمية. بعمل كمية بيتي فور، بعمل غريبة، بعمل بسكوت. بس انتوا عارفين ان انا نزلت شغل، فالوقت بتاعي خلاص. مش عارفة اجمع ان انا اعمل الكميات دي. مش عارفة اجمع ان انا اعمل نواعم العيد زي ما بعمل. مفيش وقت عندي، يا دوبك افرش شقتي. فحبيت ان انا اعمل حاجات بسيطة معاكم كده، عشان اللي حابب يشوف الطريقة اللي إيه يعني. حبيت ان انا اوريكم انا بعمل ايه، او فهو ده بس اللي انا عملته. عايزه اقول لكم ده بس اللي انا عملته. ما عملتش حاجات تانية. عملت كيلو من الكحك وعملت كيلو من البيتي فور. والله ما عملتش حاجة تانية يا بنات، ولا بسكوت ولا غريبة ولا صابليه. ما عملتش. مش لاقية وقت ومضغوطة كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم في فيديو جديد. والسلام.